فوق. ايوه فوق فوق. انت مش مكنه، ولو وقعت محدش هيشيل مكانك. انا قابلت ناس كتيره جدا كده. واحد فيهم كنت دايما بشوفه اول واحد بيدخل الشركه واخر واحد بيخلص وبيخرج منها. الشخص ده كان بيشيل شغل زمايله، لو حد غاب هو اللي بيغطي عليه، لو في مشكله هو اللي بيتصرف. نوع معين من الناس اللي هم الناس اللي بيشتغلوا اكتر من كل اللي حواليه، الناس اللي كل يوم بيشيلوا مسؤوليات مش بتاعتهم، الناس اللي بيسيبوا نفسهم يتاكلوا على امل ان المنظومه تقدرهم. بس هل بقى المنظومه فعلا بتقدرهم؟ هل بيحصل؟ للاسف قليل جدا ما بيحصل، وفي الاخر ولا ترقيه ولا كلمه شغل ولا حتى تقدير بسيط. انما بقى العكس، لما الشخص ده غلط مرة وكلنا بنغلط محدش وقف جنبه، بالعكس الناس اللي كانوا بيشيلوا عنهم بقوا أول ناس بيلوموه. يا عزيزي، اللي بيشتغل أكتر بيتكسر أسرع. عارف ليه؟ لأن الشغل الكتير مش معناه إنك بتكبر، ساعات معناه إنك بتتحرق. والمشكلة إنك لما بتدي أكتر من طاقتك الناس بتاخد ده بيسموها for granted، كأنه طبيعي، ومحدش بياخده كفضل أو زيادة منك، وإنما بياخدوه كواجب. أنت بتعرف تعمل ده فيلا بينا نشيلك زيادة. أبحاث الأورجانيزيشنال سايكولوجي أو علم النفس التطبيقي بتقول إن الناس اللي عندهم حاجة بيسموها هاي كونشسنس، يعني عندهم ملكية زيادة، بيشتغلوا أكتر من طاقتهم من غير حدود، دولت هم أكتر ناس بيعرضوا نفسهم لحاجة بيسموها علماء النفس الاحتراق الوظيفي أو البيرن اوت. سمعنا المصطلح ده يمكن كتير. وهارفارد بزنس ريفيو عملت دراسة ونشرتها، يعني بتقول إن الموظفين اللي مش بيطلبوا المساعدة وبيحاولوا يشيلوا كل حاجة لوحدهم دولت أغلب الظن بينهاروا أسرع وبيحسوا بانعزال مهني ونفسي. فبيبقى الحاجة اللي احنا بنسميها جوه الشركات الايزوليتد امبلوي. يعني الشطارة مش دايما في الكم، الشطارة في الحدود، في التواصل، لانك تبقى واعي. وسيدك النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الصحابي عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمرو بن العاص اظن بيصلي وبيصوم وبيجتهد بشكل فوق الطاقة، قال له ايه؟ ما قالوش بقى تمام وشاطر واشطر عابد وزاهد في الدنيا، قال له واحدة واحدة، قال له إن لبدنك عليك حق. يعني حتى في العبادة ربنا ما طلبش مني ومنك الإفراط. فهل من المنطقي أفني نفسي في الشغل وانسى حقي على نفسي؟ مش منطقي. لو انت من النوع اللي بيشتغل بضمير، اللي بيحاول ينقذ اللي حواليه دايما، واللي دايما عنده إحساس بالمسؤولية، فتعال أقول لك حاجة. أولا شكرا جزيلا كمان إنك فعلا بتعمل فوق طاقتك وبتعمل كويس قوي. بس كمان عايز أقول لك حاجة تانية. فوق. أيوة فوق. أنت مش مكنة، ولو وقعت محدش هيشيل مكانك. اتعلم تبدأ تقول لأ، اتعلم تحط حدودك، اتعلم تحمي نفسك قبل ما تحمي المنظومة. واوعى تصدق انك لو بطلت تشيل الدنيا هتقع، ولو كده يبقى المنظومة نفسها هي اللي متهالكة، ان هي معتمدة على شخص، مش انت اللي مقصر. اوقات المديرين نفسهم هم اللي بيقعوا في الفخ ده، بيشوفوا الساكت وشايل ده، الحد اللي شايل على صدره كده وساكت وما بيعملش حاجة، هو اكتر حد ده مرتاح، مع ان ده هو اكتر واحد من جواه بيموت وبيتفتت. انا بشتغل بقالي سنين كتيرة قوي في الكوربريت تريننج، تدريب الشركات والاستشارات، وكنت بدرب فريق في شركة كبيرة يعني، وهم عندهم موظف معروف ان الموظف ده هو السوبرمان، ده الجامد قوي، كل حاجة عنده، كل حاجة عليه، كل حاجة في نهاية الميتنج هو اللي بياخد التاسكات وبيشتغل. الراجل ده في يوم من الايام كنا قاعدين في جلسة 1 to 1 نسميها 1 to 1 كوتشنج، فبتكلم معاه وبسأله أسئلة عادية جدا، ففجأة انفجر
قال لي انا مش قادر، انا بشتغل شغل 3 اشخاص ومش عارف اطلب مساعدة عشان هم دايما شايفين ان انا اللي بقدر، بس والله انا مش بقدر، انا بنهار. مفاجأة صح؟ تحب ازودك من شعر بيت؟ زمايله نفسهم قالوا احنا اول مرة نسمع الكلام ده، احنا فاكرينه تمام وزي الفل وما عندوش مشكلة، والصراحة هو عمره ما طلب، احنا عمرنا ما فهمنا، فعمرنا ما قدمنا مساعدة. في كل مكان في شخص بيتكسر وهو بيحاول يثبت نفسه، وفي كل بيئة، وانا هنا قصدي بيئة عمل، في ناس بتتاكل من جواها وهي بتدي. بس ده مش الطريق الوحيد، في طريق تاني، في طريق اسمه التوازن، في احترام، في حدود، احنا بس ما تعلمناهوش. لو الكلام ده لمسك او بيلمس حد انت تعرفه وهو ساكت، ابعتهوله وقول لنفسك ان نفسك تستحق احسن، وقول لنفسك ان لنفسك عليك حقا وان لبدنك عليك حقا. سلام.